كلنا بنحب السفر، بس في مصر اخترعوا حاجة كده اسمها التصريح الأمني. ناس كتير عندها معلومات مغلوطة بخصوص حاجة كده مش هتلاقيها موجودة غير في بلدنا المحروسة، ألا وهي التصريح الأمني. ايه هو التصريح الامني ده وايه لازمته وايه الفرق ما بينه وما بين تصريح السفر؟ مين اللي بيحتاج انه يطلع التصريح الامني وايه هي البلاد اللي بتحتاج للتصريح ده؟ في الفيديو ده هجاوبك على كل الاسئله دي بالتفصيل، فخليك متابع. بص يا سيدي، الاول خد نفس عميق كده وتعالى اقول لك على كل حاجه وصل لها العلم الحديث بخصوص ما يسمى تصريح الامني. بكل بساطة هو موافقة الجهات الأمنية بخصوص سفرك لبعض الدول. أكيد خايفين عليك طبعا، ولكن بيكون مطلوب إذا أنت بس مسافر من مطارات في مصر. أما بقى تصريح السفر فده بيستخرج من وزارة الدفاع للشباب اللي لسه في سن التجنيد. منين بنطلع التصريح الأمني؟ المكان الوحيد اللي هتقدر تطلع منه التصريح الأمني هو الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية الموجودة في القاهرة. يعني لو أنت من أسوان مثلا ومسافر جورجيا فمحتاج مشوار حلو كده لحد القاهرة مخصوص علشان التصريح ده. مين اللي محتاج يطلع التصريح الأمني؟ التصريح الأمني ده مطلوب من الجميع، ذكور أو إناث، من سن 12 ل 40 سنة، إنما لو سنك غير كده فمش هتحتاج له أكيد. إيه الدول اللي بيحتاج السفر ليها لتصريح أمني؟ بص يا سيدي، في قائمة كده من الدول بتتغير من وقت للتاني، وهي تركيا، العراق، سوريا، لبنان، ليبيا، إيران، السودان، اليمن، الأردن، جورجيا، ماليزيا، أندونيسيا، وغينيا. بس خد بالك، مهم قوي تسأل عن البلد اللي أنت مسافر ليها قبل سفرك، لأن القائمة دي بيحصل لها زي تحديث من وقت للتاني، أبديت يعني. التصريح ده بقى بيكون ساري لمدة شهر من ميعاد استلامه، وبيكون صالح إن أنت تستخدمه لسفرية واحدة بس. فاكر بقى المشوار اللي خبطته في الأول لحد العباسية؟ اعمل حسابك بقى في مشوار تاني علشان تستلم التصريح، لأن استخراجه بيتم خلال يومين عمل أو أكتر، وانت وحظك. ولكن الخبر السعيد ان في بعض الحالات كده مش بيكون مطلوب منها التصريح الامني. اول حاجه انك تكون موظف ومكتوب لك الوظيفه في الباسبور ويكون متامن عليك، لو انت صاحب عمل خاص، بس بشرط يكون معاك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. لو مهنتك من المهن النقابيه زي محامي، مهندس او دكتور، ويكون طبعا معاك كارنيه نقابه وساري عند التقديم. ايه الاوراق اللي بتحتاجها معاك علشان تطلع التصريح الامني؟ مبدئيا كده هتحتاج اصل الجواز وصوره منه، هتحتاج اصل البطاقه وصوره منها، خطاب من جهه العمل HR ليتر يعني، وموضح فيه الوظيفه وجهه العمل، ويكون موجه لاداره الاتصال بوزاره الهجره. وما تنساش ختم النسر من مدام عفاف، برنت تامينات من مكتب التامينات، وده بيكون في البريد او قريب منه، ويكون موجه برضه لوزاره الاتصال، صوره بطاقه الاب او شهاده الوفاه في حاله الوفاه، واخيرا استماره تقديم الطلب، ودي الحمد لله هتلاقيها موجوده هنا. بعد ما بتملى كل البيانات المطلوبه وتسلم المستندات بتاخد ميعاد لاستلام التصريح الامني، وبس كده. اوعى تكون زهقت، لان احتاج منك تعمل لايك وشير للفيديو مع صاحبك اللي مسافر قريب علشان ياخد باله. وما تنساش بقى تكتب لي في الكومنتات ايه اكتر موقف غريب اتعرضت له وانت مسافر بخصوص الورقيات. سلام عليكم.